لو الفريق اصلا يعني ما كان بذاك القوه، بس حاول انه يدعم فريقه الفتره بس يبغى الاهلي المصري بطل افريقيا وبطل مصر صحيح. واحسن كوره يقدم فريق مصر. بس ابو محمد انا اشوف ان المباراه يعني لو احنا كنا في يومنا في وضعنا الطبيعي وكنا جاهزين ممكن نتجاوز الاهلي المصري. بعدين الاهلي المصري. اي نعم، الاهلي القطري والاهلي المصري، ان شاء الله نتجاوز الاهليين ان شاء الله. ده إيلونجا اللي جاي النهارده اللي جاب هاتريك النهارده ده جاي مخصوص عشان الاهلي يعني. اذا الدحيل فريق قوي خلاص اوكي. الدحيل عنده امكانيات فرديه وجماعيه دلوقتي غير عاديه اوكي. الاهلي اعتقد في مواجهته مع الدحيل مباراه صعبه بكل المقاييس. طبعا نفاجئ الجماهير القطريه بالفوز على النادي الاهلي. الهلال أفضل من الأهلي المصري بمراحل. الأهلي المصري والهلال السعودي حيفوز الهلال. كنت أتمنى أنه الأهلي المصري اليوم يلعب في المباراة مع الهلال عشان تأكيد أنه الهلال هو الأقوى والأجدر. أنا أتوقع أنه فوز مريح للهلال بإذن الله. فوز مريح جدا. الأهلي حديد بس الهلال حيسيحه. وأنا شخصيا ما أشوف في الأهلي نجم مخيف. لما يكون الهلال في أفضل حالاته الأهلي ما يلعب. كانت بطولة السوبر ورفض الأهلي المشاركة وشارك الزمالك لأنه كان الهلال مع خسوس في أفضل حالاته الفنية. البطولة العربية كان فيها الهلال في أفضل حالاته وانسحب الأهلي المصري. إذا ما قدرت تفوز على الهلال المصري يعني مع احترامنا وتقديرنا، الاتحاد مسوي بصمة. أبغى الاتحاد يفوز على الأهلي 5. والله لو فاز الأهلي المصري الاتحاد يعطيك 10,000 ريال سعودي. تكسب الأهلي. يذكر التاريخ ان الاهلي المصري دخل هنا في الجحيم واندفن مع الطلع. الاهلي حديد وليد سيحوا حطوا في ازوزه وراح يفسحوا. حناكل الاهلي المصري زي المرسى. والله وتحاسب عليها انا والله بنفوز والله راح نفوز. حلفت 4 مرات من 5 مرات. صوم ترى 5 مرات 5 3 15 يوم والله مستعد اصوم، لكن والله راح نفوز. 18 يوم صار لهم جهزوا كفن الاهلي المصري فقد اقترب من جحيم الجوهره.
صوالي مشكلة كبيرة. الأهلي كبير آسيا وأفريقيا وكبير كبار العالم. ماذا أقول لتخفيف ما حدث؟ يا أخي المصريين شوي عصبيين يا أخي، الواحد ما يهزرش معاكم. أنا كنت بمزح بس، يعني بعدين يا أخي نمزح معاكم ثلاثة؟ يا ساتر يا ساتر. يا ويلك الأهلي المصري، جايك العين، جايك في القاهرة 4 إن شاء الله و3 عشان تعرف قيمة الفرق الإماراتية. جايكم زعيم آسيا، جايكم معذب آسيا وكبرها نادي العين، جايكم وتبوا شر الحليمة إذا غضب هناخدها من أرضكم. ما أعرف لعيبة العين، ما أعرف عيال، أنا منهم دي ما أعرف عيال. توقعاتك ايه الماتش الاهلي والعين باذن الله؟ بنخلص عليكم سريع سريع بنرجع العين نلعب ضد النصر والاهلي وخلاص. يعني المباراه القادمه توقعاتك ايه؟ والله حنكون تدريب، يعني احنا تدريب اليوم حمينا عشان ندرب على الاهلي. تتدرب على الاهلي في القاهره ندخل اي مباراه اي منافس والله ناكله اكل يا سفيان الرحيمي بيخلص عليهم. سفيان الرحيمي اصلا المباراه الطموح هي من حوض. احب اقول لك على 27 ايش تقول لهم في استاد القاهره؟ الموت ياكم يا الاهلاويه. عليك امام الزعيم صعبه عليك. ما فيش حاجة صعبة على الأهلي. بالنسبة للعين وبالنسبة للأندية الآسيوية، الأهلي زعيم الأندية الأفريقية والمصرية والعربية والشرق الأوسط كله.